يلا أبي مصادق هذه الآية عندك، تفضل. مصادق شنو؟ السابقون الأولون مثلا أمير المؤمنين فاطمة الزهراء سلام الله عليه، بنات حمزة سلام الله عليه، والأنصار أبو أيوب مثلا سلام الله عليه. أبو أيوب قاتل في جيش يزيد بن معاوية في غزوة القسطنطينية. تفضل عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوف شيخ فراد، احنا وانتم نقدر الصحابه اذا انطبق عليهم تعريف الصحابه مالتك، انت تعريفك اذا انطبق عليه فاني وانت اثنيناتنا نقدرهم ونحترمهم. من صحب رسول الله مو صحيح وحسن صحبته ومات على ايمانه، هذا الصحابه الذي ينطبق عليه هذا التعريف انا اتشرف بنعاله. طيب لحظة انت جاي تجيب مصادق ما ينطبق عليهم هذا التعريف وتريدني اقدرهم. لا لحظة لا انا بقول لك لا تقدرهم، انا ابي اللي تقدرهم انت. اذكر لي اثنين من الانصار تقدرهم انت. مثلا قيس بن سعد جزاه الله الف خير، المكافح المنافح الحريص على قتال معاوية. بس عشان على قتال معاوية. لحظة ابين لك عوار منهجيتكم. اخواني لما تروح الكتب الشيعة مثل كتاب عقيدة الإمامية في عدالة الصحابة الجعفر السبحان، تدرون شو مسوي؟ جايب يا اخواني كتاب وجامع فيه كل من قاتل مع علي في صفين وقال هذول الصحابة. تدرون من يذكر حتى حبيب بن مظاهر الأسدي رحمه الله الذي قتل مع الحسين في كربلاء وهو تابعي، ما أحد قال إنه صحابي، حاطه في الصحابة العدول. وجايب لك أسماء وهمية، عبيد الله بن العازار، عبد الله بن خراش، وجايب لك أسماء لا تعرف، أبو الأسود الدؤلي رجل مو من الصحابة، باقي يجيب زرارة بعد وهشام بن الحكم. فإذا منهجيتكم مضروبة أصلا في تقريري من الصحابي وغير ذلك. ليش قيس بن سعد؟ عشان قاتل مع علي في صفين خلاص صار عدل وغير ذلك. لا 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 أنا أبي تثبت لي أن قيسا لما مات النبي بايع علي بن أبي طالب. تفضل. اسمح لي، الاشتباه عندكم منين اجى؟ انه انتم تاخذون بالعمومات والاطلاقات وهي ظنيه وتطبقوها على جاوب على السؤال. ذكرت قيس بن سعد، انا اطالبك بالدليل على انه امن بامامتك الاثني عشريه. تفضل. يا اخي نصر امير المؤمنين، نصر الحسن سلام الله عليه. كثير من الصحابه نصروا علي ونصروا الحسن. ليش المشكله؟ كانوا خلفاء خلاص جزاهم الله خير، ناخذهم على ظاهرهم على لا 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 انا اتكلم عن امامتك. لحظه وين كان هذا؟ ما عنده مشكله، عنده مشكله مع من خذل علي. قيس بن سعد. اسمعني. قيس بن سعد نصر عليا في زمن خلافته ولا بعد وفاة النبي في سقيفة بني ساعدة؟ في الحروب. أنا سمعت قيس بن سعد في حروب علي وحروب الحسن سلام الله. أما يعني في زمان خلافته. أنا ما أدري أنت شو تريد بالضبط، أنا مخابرك على أنت شو تريد بالضبط؟ إذا تأسس منهج تعلم كيف تأسس المنهج. لما تقول لي قيس بن سعد تنطبق عليه هذه الآية، أنا أقول نعم تنطبق عليه هذه الآية، ولكن لماذا؟ لأنه من الأنصار. أنت تقول لا بس لأنه قاتل في زمان علي. طيب هو كافر بإمامتك على مبانيك، لأنه في سقيفة بني ساعدة لم يؤمن بإمامتك ولم يقم يقول الإمامة لعلي بن أبي طالب والأئمة الاثني عشر وأنتم قافزين عليها يا قريش. أما لما جاء زمن خلافة علي بن أبي طالب خليفة المسلمين، حال أبو بكر، حال عمر، حال عثمان، له الطاعة. الصحابة كانوا في جيشه يطيعون خليفة المسلمين أو بعض الصحابة، وبعض الصحابة اعتزل الفتنة. فاتباعه لعلي في زمن خلافته اتباع لخليفة المسلمين، لا اتباعا لكونه إماما معصوما، لا اتباعا لكونه إماما معصوما مفترض الطاعة. عادل انقطع عندك. جاوبني. هل آمن بالإمامة؟ بعد من يقول لم يؤمن بالإمامة؟ عندك دليل أنه لم يؤمن بالإمامة؟ عندك دليل على أنه آمن بالإمامة؟ وليش يا أخو أنا نصرته وفدائه لأئمته هذا يدل على إيماني به. أنت أنا يدل على إيماني به. هذا المنهج اللي أنا مشكلتي مو معه. اسمعني عشان بس ما يصير لجة، لأنك أنت تحب اللجة واجد، الحوار في اللجة. هذا دليلك؟ وما المانع؟ يلا حط لك وما المانع أبو هريرة رضي الله عنه ما آمن بعلي. ما المانع؟ ما عندك دليل أنه لم يكن؟ يا رجل الأصل العدم، الأصل أنه ما آمن بإمامتك. عندك دليل يثبت ذلك؟ قدم الأدلة. هل رأيتم إخواني؟ ولا يستطيعون يذكرون واحد من الأنصار آمن بإمامة الاثنى عشر ينزلون عليها آية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الموعودين بالجنة
الذين أمر الله باتباعهم. قال والذين اتبعوهم بإحسان. اتباع الأنصار المهاجر والأنصار عاجز لأنه ما يؤمنون بعقيدته، لأن دينه باطل. الآن ما زلت أطالبك بذكر مصادق هذه الآية من الأنصار. تفضل. اسمح لي بس اعطيني مجال. أنت مو ذكرت آيات برنامج مالتك، أنا خل أرد عليك إنه هذا استدلالك مو محله. ليش؟ لأن هاي الآيات اللي ذكرتها ما شخصت موضوع الأنصار. الآية إذا بديت في آية أتممها، لا تهرب الآن تغير الآيات. آية السابقين الأولين اذكر مصادقها من الأنصار. تفضل. أبو أيوب مثلا، سلام الله على أبو أيوب، أبو قيس سعد وأبو سعد إلى آخره، مجموعة. دليل يا أخي بس هذا ما يفيدني. هذا ما يفيدني. دليلك أنا خلاف وياك مو بهالموضوع. دليلك على أنهم آمنوا بإمامتك. دليلك خلاف وياك في كيفية الاستدلال على أنت في محضر أهل السنة أهل الدليل. شفت شلون أنك عاجز أن تثبت أن أحدا من الصحابة آمن بعقيدتك؟ وأبو ذر والمقداد وعمار وسلمان براء أصلا من عقيدتك، ولا تستطيع تثبتها. عمار وسلمان ولو الأمصار في زمان عمر كانوا نواب عن عمر في حكم العراق وحكم أماكن أخرى في المدائن كحل سلمان. أنتم أعجز من أن تثبتوا دينكم وتقول لي قيس بن سعد قاتل مع علي. طيب خليفة المسلمين، مثل ما كان الأشتر النخعي اللي تحبونه وتترضون عنه من التابعين، هو قاتل في جيوش عمر بن الخطاب الغازية لبلاد الروم. تمام. شفتوا منهجيتكم شلون ضحلة؟ قابلوا الأدلة وتعجزون والله عن مقابلته. ورا ما كذا يصيحون ما عندهم أدلة. يا أخذت مجال المتصل عادل. مو صحيح؟ لا مو صحيح. بقول لك ليش. ما أعطي مجال يا شيخ، ما أعطي مجال. بقول لك ليش. ماك فايدة. لأني أقول لك ما اسم أبيك تقول جارنا اسمه كذا. زين أنت موضوعك مناقب الصحابة، شنو دخل الإمامة بها؟ يعتقد بالإمامة ولا يعتقد بالإمامة؟ أنت موضوعك مناقب الصحابة يا أخي، وأنا جيت بين لك فكرة أنه ماكو فرق بيننا وبينكم اثنيناتنا. جل الصحابي اللي ينطبق عليه التعريف، بس أنت تضيف مصادق كثيرة لا تنطبق عليه الآية. أنا أريد أبين لك اشتباهك في استدلالك بالآيات. الآيات ما ذكرت أسماء يا أخي، الآيات ذكرت إطلاقات وعمومات، والإطلاق والعموم عند جماعة الأصول وأنت أعرف بها ظنون يا أخي. فأنت إذا تريد أي شخص أي صحابي تستدل عليه بهذه الآية السابقون الأولين غيرها، يا أخي لازم دليل. أنا مو أجيب آية عامة أو خاصة ومطلقة وأطبقها على صحابي. لا يعني أنا اسم لا من يقول هذا الاسم ينطبق عليه؟ الرسول. من يقول هذا الاسم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على. نعم. الرسول هو الذي يقول. نعم. الرسول هو الذي يقول. مثال لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري رضي الله عنه: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام. تمام. إلى آخر ما ورد في حق أبي بكر. هذا يثبت أنه من المهاجرين ولا لا، ومن السابقين الأولين ولا لا؟ نعم. ولما يأتي إلى حديث في الثناء فضائل عمر وتلقى له مناقب كثيرة. إذن كل من آمن إن كان بالنص الخاص أو بالوصف العام آمن ومات على الإيمان ممن لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا تنطبق عليه الأوصاف. ننزل الأوصاف عليه. ليش أنت معترض؟ إيه كلامك صحيح. من ينطبق عليه تعريفك ومات على الإيمان طبعا هذا أجله. انت شوف، احنا معلوم قطعا انه اكو موضوعات مو صحيح. ابن تيميه الرجال لحظه قال معاويه وضعوا له احاديث موضوعه. من يقول ما انه ابو بكر ضافوا له ايضا احاديث موضوعه؟ من يقول عمر ما ضافوا له احاديث؟ ومن يقول علي بن ابي طالب؟ ومن يقول علي بن ابي طالب ما ضافوا له؟ لحظه ومن يقول علي بن ابي طالب ما ضافوا له؟ علي كثرة فضائله ما يحتاج إضافة. أنا وأنت نقر بكثرة فضائل أبو بكر، ويقول لك السني وكثرة فضائل أبو بكر ما يحتاج تضيف له. جيد. هسه نثبت بعض أحاديث موضوعة، مثلا خوخة أبو بكر. طيب لحظة أنت جاي تحاور بالمزاج، أنت مو جاي تحاور بطريقة منهجية. مو أنت اللي اتصلت قبل شوي وسألتك عطني أنصاري واحد تنزل عليه مصداق آية السابقين الأولين؟ نعم. يلا عطني. ما زلت أصر على سؤالي عشان لا تغير الموضوع رجاء. خلينا بهذا الموضوع انه الآيات لا ما راح تفلت منها. عطني أنصاري عشان أبين لك أنت ما تؤمن بالقرآن.
انت تلعب بالقران. ليش ما أؤمن بالقران يعني؟ انت تلعب بالقران، والا لنزلت مصادقها، لانك اذا نزلت مصادق هذه الايات ابطل دينك. الله قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. المهاجرين بتقول لي عمار والمقداد وابو ذر، وتمشي تقدر تمشيها بهالطريقه. لكن الانصار تفضل، ابي تعدد لي الانصار. اما سالفه انك تلقي وتمشي، لا، ابي مصادق. انت مو عندك مشكله في المصادق؟ يلا ابي مصادق هذه الايه عندك، تفضل. نعم، يعني هسه هذه الايه تنطبق على كل نفر كان في ذلك الزمان مهاجر؟ لا اكيد. لا تقابلني بسؤال، لا تقابلني بسؤال. حسب تتبع سيرهم مو كلهم احسن. يلا عطني ممن يقابل مصادقها. انا اذكر لي مصادقها يا رجل. مصادق شنو؟ السابقون الاولون مثلا امير المؤمنين. حلو. اي بدي فاطمه الزهراء سلام الله عليه. جميل. بنات حمزه سلام الله عليه. موجودين فوق كثر المهاجرين. والانصار. بس انا وياك والانصار على اشخاص معينين. والانصار يعني الانصار ما عندي. الانصار بالعكس ظلموا. انا ستلقون بعدي اثرا. والانصار ابي اسماء. لا تسولف. والانصار ابي اسماء. نعم. ابو ايوب مثلا سلام الله عليه. ابو ايوب قاتل في جيش يزيد بن معاويه في حرب القسطنطينيه، في غزوه القسطنطينيه. تمام خوش تمام. انا مشكلتي وياك اشخاص مثلا في زمان معاويه. لحظه. ابو ايوب لا يشمله حديث ارتد الناس بعد رسول الله الا 3 نفر، المقداد وسلمان وابو ذر. قيل فعمار قال صحيصه ثم رجع. ما يشمل ابو ايوب من المرتدين بنصوصك، واتحدى ان تثبت انه كان امن بعد وفاه النبي بامامتك. تفضل. احاديث الحوض مالتكم متاكد هذا الكلام مالتنا؟ ابي ابو ايوب ثبت لي ايمانه. تفضل. ثبت له ايمانه. ما عندي سيرته على مود ثبت ايمان الرجل. ما عندك سيرته، انت قاعد تتلاعب بهواك، انت تنصر دينك بالكذب، ما عندك منهجيه. شفت شلون نزل ابو ايوب كمصداق لهذه الايه؟ نحن نقول لسيدنا ابو ايوب رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل، ولكنه ليس بالامامي. واذا قلت بايمان ابو ايوب اسقط دينك، لان ابو ايوب ما يعرف عقيدتك اصلا هذه ولا يؤمن فيها. ايش رايكم اخواني؟ منهجيه مراوغه مع النصوص.